السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. أنا في البداية كده حابب أشكر كل متابعينا المحترمين اللي علقولنا على البوست اللي كنا نزلناه بتاع انعزالنا عن السوشيال ميديا. أنا بجد بقول لهم من كل قلبي أنا متشكر ليكم جدا جدا جدا، ومتشكر لكل واحد فيكم قال كلمة طيبة وكلمة جميلة، وبكرر شكري ليكم على دعمكم المستمر لينا، وده يديكم الحق في إني أطلع أوضح سبب القرار اللي انا كنت هاخده ده ايه، لان ده حقكم علينا. وفي الحقيقه انا طالع اقول لكم على بعض الاسباب اللي كانت هتخليني اخد القرار ده، مش كلها. يعني ممكن اقول لكم سببين او ثلاثه، يعني زي مثلا فكره الدعم والتقدير واستنساخ المحتوى. يعني عندكم مثلا زي المسلسل بتاع جعفر العمدة اللي كان اتعرض في رمضان. المسلسل ده اتعرض فيه جزء في حلقه من الحلقات بتاعته مقولة، الجملة دي أو المقولة دي أنا كنت طلعت وقلتها في فيديو. بعدها على طول اتعرض مسلسل جعفر العمدة، طلع جعفر العمدة في حلقة من حلقاته وقالها كنصيحة بيوجهها لابنه. فهي دي فكرة استنساخ المحتوى أو إعادة تدوير المحتوى، إن هم بياخدوا من الأفكار بتاعتك أو بياخدوا من الفيديوهات بتاعتك وبياخدوها هم ويطبقوها على أفكارهم. هيجي واحد يقول لي يا عم دي جملة متداولة وممكن عادي إن ده يحصل، أنا ما فيش مشكلة والله عندي. بس هنيجي برضو في المسلسل بتاع المداح بتاع السنة اللي فاتت، برضو نفس القصة. احنا من اوائل الناس اللي طلعت واتكلمت عن قصة المخطوطات والحاجات الأثرية، وفي من الحاجات اللي عرضناها في الفيديوهات بتاعتنا جت برضو في المسلسل بتاع المداح. برضو ما فيش مشكلة. فهيجي حد يقول لي يا عم دي حاجات متداولة ومنتشرة وممكن أي حد ياخدها ويستخدمها، أنا ما عنديش مشكلة والله. بس الحاجات اللي بتبقى متداولة ومنتشرة دي ما بيبقاش كل حد طلع يتكلم عنها، فبتبقى في اوائل الناس اللي طلعوا اتكلموا عنها. فهي ما بتكونش مثلا معروفه او متداوله، او بتبقى مثلا منتشره على نطاق ضيق، فبنطلع احنا نتكلم عليها فبتنتشر على نطاق واسع. فلما بتنتشر على نطاق واسع بياخدوها هم ويعملوا منها افكار. طيب يعني انا والله ما عنديش مشكله في كل ده، بس على الاقل يبقى في تقدير. هيجي حد يقول لي يعني هم هيسيبوا كل الحاجات مثلا اللي منتشره على الميديا والحاجات اللي كذا، كل الادوات والامكانيات اللي عندهم، وهيبصوا لفيديوهاتك انت ياخدوا منها؟ هقول لك الفكره مش كده. الفكره ان بمنظورك انت مش ممكن تتخيل ان الناس دي ممكن تاخد افكار مثلا من حد على السوشيال ميديا وتطبقها، بالاخص لما يكون الحد ده مش مشهور مثلا جدا او من المؤثرين جدا على السوشيال ميديا. هقول لك لا بيحصل يا صديقي. ولو عايز تتاكد من كلامي وتاخد دليل على ارض الواقع، اسال مو سيلفا. اسال مو سيلفا على البرنامج بتاعه، برنامج على المسرح واللي اتاخد منه واتعمل منه نسخه. اسال الاستاذ سامح سند والافكار اللي كانت بتتاخد من فيديوهاته وبتطبقها ناس تانية، وغيرها كتير من الشخصيات وغيرها كتير من الناس اللي موجوده على السوشيال ميديا اللي كانت بتتاخد افكارهم. في الاخر الاقي المحتوى اللي انا بقدمه ده والحاجه اللي انا بقدمها وبعرضها على الناس بتتاخد كافكار او بيستنسخ منها افكار وتستخدم في حاجات تانية، وصاحب الفكره الاصليه يعني مش عارف اقول ايه والله. بس عامه هو ده اللي بيحصل، وانا والله ما اقصدش اي حاجه، بس كل المقصد ان انا كل الحاجات اللي انا كنت بتكلم فيها قبل كده، وفي حاجات كتير جدا كنت عايز اطلع واتكلم فيها، وفي يعني افكار كتير جدا، ولكن ده شيء او سبب من الاسباب اللي خلاني انا بطلع وبتكلم وبعمل الشيء وبقدم الشيء، وبلاقي الافكار بتستنسخ من المحتوى اللي احنا بنقدمه، واحنا ما بنقدرش على اللي احنا بنعمل. يعني زي مثلا في برنامج بيتقدم على شاشة التلفزيون، البرنامج ده اتعمل بعد ما اطلقنا لقب الدراويش عندنا على الصفحه، والله زي ما بكلمكم كده، والتواريخ عندكم تقدروا تروحوا وتشوفوا وتدوروا على كل الكلام اللي احنا بنقول عليه ده. يعني مثلا زي برضه حاجه تانية ولكنها حاجه جميله وحاجه ايجابيه، الدكتور محمود صلاح. الدكتور محمود صلاح من الشخصيات المحترمه، انا عن نفسي بصفه شخصيه بحترمه جدا. يعني الدكتور محمود صلاح لما كنا بنطلع نتكلم على حاجات معينه مثلا كان هو بيطلع يرد عليها، او كان بيطلع مثلا يتكلم فيها، بل بالعكس الراجل يعني مشكورا قدر اللي احنا بنقدمه. بالاضافه برضه ان هو كان بيدخل على الفيديوهات بتاعتنا وكان بيدخل على البوستات بتاعتنا بيتفاعل معاها، وفي بعض الفيديوهات او بعض البوستات دخل هو وعلق عليها. يعني الدكتور محمود صلاح احنا بنطلع وبنتكلم وهو بيقدر اللي احنا بنقدمه وبيقدر اللي احنا بنعمله، يعني الراجل يتفضل مشكورا. فالواحد محتاج دعم من النوعيات دي علشان خاطر يقدم المحتوى ويستمر فيه، على الاقل يبقى الواحد حاسس ان في حد بيشجعه في اللي هو بيقدمه وبيطلع بيتكلم فيه. ولكن ما يبقاش الموضوع ان انت بتطلع وبتقدم حاجه وتحس ان هي بتتسرق منك، يعني تحس ان مجهودك بيتسرق منك. فده كان سبب من ضمن الاسباب كانت خلتنا الفتره اللي فاتت يعني خدنا قرار ان احنا ننعزل عن السوشيال ميديا خالص، لان بصراحه الموضوع بيسبب احباط فعلا. يعني ومن الاسباب التانية برضو عدم التفاعل او قله التفاعل على المحتوى اللي احنا بنقدمه او المنشورات او الفيديوهات اللي احنا بنقدمها وبنعملها، وده سواء كان هو متعمد او عن قصد او غير متعمد او من دون قصد، هو بيعود على صانع المحتوى برضه بالتاثير السلبي. يعني انا بقيت احس ان الصفحه محطوط عليها ادمن تاني غيري انا، مش انا اللي متحكم في الصفحه.
بقيت الاقي فيديوهات مش موجوده على الصفحه، فيديوهات قديمه كنت ناشرها محذوفه من على الحساب. ريتش مره واحده كده تلاقيه على فترات بينزل خالص، يعني الصفحه مش ماشيه في الريتم الطبيعي بتاعها زيها زي باقي الصفحات، في حاجه غريبه تحس ان هي موجوده في الصفحه. فسواء كان ده مثلا لسبب متعمد، فيعني طب انا هتعب نفسي ليه؟ يعني انا اتعب نفسي واكبر في صفحه وفي الاخر في حد تاني هو اللي متحكم في ادارتها. يعني برضو من الحاجات اللي احبطت نفسيه الواحد وخلت الواحد يعني ايه عايز يعتزل من السوشيال ميديا، لان انا حاسس برضو ان انا بتعب في حاجه هي مش ملكي او مش بتاعتي، ان في حاجات بتتعمل متعمده علشان خاطر توقع ريتش الصفحه وعشان خاطر توقع الصفحه وفيديوهات الصفحه. بالاضافه برضو وانا بقلب على السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت دي وكانت بتراودني افكار انعزالي عن السوشيال ميديا، يجي بقى الصادمه اللي هي الطامه زي ما بيقولوا، اتفاجئ بفيديو قدامي لشخص ما اعرفش اسمه زهير حاجه او حاجه زهير او حاجه زاهر حاجه زي كده. الشخص ده يعني لعنة الله عليه بجد، الشخص ده تعب لي نفسيتي بطريقة يعني مش قادر أوصف لكم، ومهما قعدت أوصف لكم يعني تعب لي نفسيتي فعلا. الشخص ده وأنا بقلب كده على الفيديوهات فظهر لي فيديو ليه، لقيت الشخص ده عمال بيتكلم في حاجات يعني أنا جذب انتباهي، وحاولت إن أنا إيه يعني أقعد كده أشوف الشخص ده بيتكلم في إيه. مرة واحدة كده لقيته حدف شمال خالص، ولقيته دخل يخبط وابتدى يشتم في الذات الإلهية. يا جماعة والله يعني شفنا وسمعنا كتير على السوشيال ميديا مثلا وكذا، وفي القصص التاريخية بتاع ان في مثلا ناس ملحدين وفي ناس مثلا مش عارف اللي هم ما بيأمنوش بوجود إله وكل الكلام ده، ولكن ما سمعناش او ما شفناش عن حد فيهم بيشتم الذات الإلهية، يعني عليه لعنة الله والله، عليه من الله ما يستحق، بالطريقة اللي أنا شفتها من الشخص ده. يعني الشخص بيتكلم بطريقة يعني أنا مش مهما قعدت طبعا أنا مش هينفع أقول لكم على الألفاظ أو الكلام اللي هو قاله، جباحة والطريقة اللي بيشتم بيها والأساليب والألفاظ اللي بيقولها والطريقة يعني حسبي الله ونعم الوكيل بجد في الشخص ده. يعني أنا الشخص ده بيتكلم مصري، انا ما اعرفش ازاي الناس او المشايخ او المؤثرين على السوشيال ميديا او الناس اللي بتطلع تتكلم يعني ما شافوش شخص زي ده او ما بيطلعوش يتكلموا على شخص زي ده. والله العظيم انا الشخص ده لا اعرفه ولا، بس هو بيتكلم مصري يعني. طب انت طب مسلم؟ ما هو مش معقول تكون يعني مش مستحيل تكون بتتكلم الكلام ده وانت مسلم. طب ملحد؟ حتى لو ملحد مش هتطلع برضه تتكلم تقول الكلام ده. يا عم ده انا متهيألي لو ابليس نفسه مش هيقول الكلام اللي انت بتقوله ده، لان ابليس عليه لعنة الله برضه يعني مشكلته مش مع ربنا، ان هو مقتنع ومآمن ان في اله. فانا متهيألي ان ابليس نفسه ما يجرؤش ان هو يعني يطلع ويشتم الشتايم والالفاظ دي في رب العزة سبحانه وتعالى، ولكن مشكلة ابليس مع البني ادم مش مع ربنا. فالشخص ده طالع بيشتم في الذات الإلهية، يعني كأنه عمل فيه حاجة مثلا يعني كره وحقد وغل وبغض بطريقة يعني أستغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه. تعب لي نفسيتي ربنا يتعبه يا شيخ. ده كان من الأسباب الرئيسية فعلا اللي خلتني أنا يعني ما بقيتش عايز أنعزل عن السوشيال ميديا بس، لا بقيت عايز أنعزل عن الحياة كلها. يعني حسبي الله ونعم الوكيل فيه، والله حسبي الله ونعم الوكيل فيه. بيتكلم مصري وبيقول لك أنا مش مسيحي، وطب يعني أنا مش عارف. المهم إن ده كان سبب برضه من ضمن الأسباب اللي أثرت فعلا عليا الفترة اللي فاتت وأثرت على نفسيتي، وأيدت من جوايا قصة إن أنا أنعزل من السوشيال ميديا. فعلى العموم يعني دي كانت بعض الأسباب مش كلها، يعني كلها كده ميكس على بعضيها خلتني أنا إيه الفترة اللي فاتت دي بقيت بصراحة حبيت إن أنا إيه يعني أنعزل خالص عن السوشيال ميديا. ولكن طبعا جيت بعد ما نزلت البوست وشفت كلامكم وشفت دعمكم الجميل الرائع اللي يعني اداني طاقة إيجابية عالية جدا في إن أنا أفضل وأكمل، فيعني خدت قرار إن أنا أفضل وأكمل. ولكن أتمنى إن يعني دعمكم ده يفضل في الفيديوهات اللي إحنا بنقدمها والمحتوى اللي إحنا بنقدمه، بعيدا عن السيئين اللي بنقابلهم دايما في فيديوهاتنا وفي المحتوى اللي إحنا بنقدمه، ربنا يصلح حالهم. ولكن يعني دعمكم لينا بيحفزنا ان احنا نكمل بجد. يعني الكلام ده مش كلام والله ميديا ولا كلام مثلا جزء يعني مجازا كده ولا اي حاجة من الحاجات دي، وانما هو فعلا كلام واقع، وكلامكم الايجابي يعني ليه تأثيره في القلب. وربنا يعني يجعلنا عند حسن ظنكم ونقدر نكون في نفس المكان اللي انتم حاطيننا فيها. بشكركم جدا 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 على كل كلمة حلوة قلتها لنا وكل دعمكم اللي قدمتوه لنا، وإن شاء الله بإذن الله نكون عند حسن ظنكم، وتحياتي ليكم.